يعني ايه perfectionist؟ البرفكشنست هو شخص بيجري دايما ورا الكمال، فبيعيش طول حياته تعيس، بيضيع من ايده فرص كتير، بيفضل واقف مكانه مش راضي عن اي حاجة. السعي ورا الكمال هو انك تفكر ان لازم كل حاجة تعملها ما يبقاش فيها ولا غلطة ولا اي تفصيلة صغيرة، فبتفضل واقف وقت كبير على حاجة ما تستاهلش. حتى لما تعمل انجاز مش بيبقى في عينك انجاز، مش بتحس بطعم النجاح، ويكون في صوت دايما جواك انه لأ، انا مش كفاية، كان ممكن تبقى احسن، لسه مش كاملة، الناس ممكن تشوفها وحشة. وده يخليك دايما بتفكر زيادة عن اللزوم، دايما بتأجل، بتعدل كتير في تفاصيل مملة، مش قادر تحس انك فخور بنفسك مهما عملت. خليني اقولك شوية علامات بتقول انك perfectionist. لو عاوز كل حاجة بتبدأها تطلع ولا غلطة من الأول، بتركز جدا على التفاصيل الصغيرة، وفي الآخر تحس ان اللي عملته مش قد كده ومش عاجبك كفاية ومش قادر تشاركه مع حد. لو بتخاف دايما تغلط، حتى لو التفاصيل اللي مش عاجباك حاجة بسيطة وتتصلح بالممارسة، بس انت بتشوف انه لأ، ليه مش حلوة، لازم تكون كاملة قبل ما اوريها لحد، فبتتأخر كتير في تحقيق هدفك لأنك حاسس انك دايما مش كفاية لسه. لو النقد بيأثر فيك زيادة عن اللزوم، حتى لو اللي قدامك بيقول لك فيدباك تتحسن بيها، بتاخد الموضوع بصورة شخصية وتشك في قدراتك وموهبتك. لو بتقعد تأجل كتير عشان بتخاف من نفس الفكرة انها ما تكونش مثالية، انها ما تكونش ولا غلطة، فبتأجل عشان شايف انها ممكن ما تبقاش بالمستوى المطلوب، ممكن الناس ما تحبهاش. لو عمرك ما بتكون راضي عن شغلك مهما كان حلو، بتبص على الغلط بدل ما تركز على الحلو انك احسن من قبل كده، لا، بتركز على الغلط. لو بتحب تعمل كل حاجة بنفسك عشان شايف ان محدش هيعملها زي ما انت عايز، لو بتروح عليك الفرص دايما لانك مستني الفرصة الصح، الوقت الصح، الفرصة اللي مفيش منها، او لو بتستنى ان كل الظروف تبقى مهيئة، وده حرفيا خيال. لو بتفضل تقارن نفسك بالناس، لو دايما حاسس ان في حد احسن منك بدل ما تركز على انك تبقى احسن مما كنت عليه امبارح، لا، بتقعد تقارن نفسك، بتحبط، تفضل واقف مكانك. بس ثانية واحدة، انت حاسس بالإحباط عشان مستواك مش زي مستوى واحد عنده خبرة بقالها سنين وانت لسه بادئ أصلا؟ لازم تستوعب النقطة دي، خلي فيه منطق شوية. لازم تعرف ان السعي المطلق ورا الكمال مش بيجيب غير التعاسة، لأن أصلا ما فيش حاجة كاملة. فكرتك بتتطور، مهاراتك بتتطور، ما بتفضلش واقف مكانك. أما لو بتسعى للكمال هتفضل واقف مكانك، لأنك مش هتبدأ أصلا، أو هتبدأ ومش هتكمل. الثقة مش هتجيلك لما الظروف تكون بيرفكت مفيش ولا غلطة، أو لما تكون الناس كلها حبت شغلك خلاص. الثقة بتيجي لما رغم كل ده بتكمل، بتطور من نفسك وانت عارف ان لسه في أحسن. حتى الناس اللي بتقارن نفسك بمستواهم مش بيرفكت دايما، بيعدلوا دايما، بيطوروا، مش واقفين مكانهم، مش بيستنوا يحسوا انهم جاهزين عشان يبدأوا، بيبدأوا على طول حتى لو الدنيا مكركبة، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة، وعشان كده بيوصلوا. فبلاش تبقى حاطط في دماغك فكرة أصل أنا مستني الوقت الصح، أصل أنا مستني الفرصة الصح، الحاجة التحفة اللي مفيش منها. عمرك هيعدي وانت مستني مش وانت عايش. فمن دلوقتي ابدأ، حتى لو البداية عشوائية، حتى لو الدنيا مكركبة. بلاش تفكر زيادة عن اللزوم، بلاش تفكر تفكير ملوش داعي. أول نسخة من شغلك مش هتبقى ولا غلطة، مش هتبقى مثالية، ومش مطلوب منك إنها تكون مثالية. انت بعد كده هتبدأ تضيف حاجات وتشيل حاجات واحدة واحدة، هتكمل وانت متصالح مع فكرة إنك مش مثالي، وإنك بتطور من الفكرة بتاعتك. هتلاقي الدنيا أبسط وبتقرب أكتر لهدفك. كمان بطل تحس بالإحراج من فكرة إنك لسه مبتدئ. كل واحد بيعمل حاجة جديدة بيحس نفسه غريب في الأول، بيحس نفسه كرنج في الأول. الأفكار بتتظبط وانت مكمل، مش وانت واقف ما بدأتش أصلا أو ما كملتش. فركز على إنك بتطور من الفكرة بتاعتك، ركز على إنك تبقى أحسن ب1% مما كنت عليه امبارح. والغلطات اللي هتعملها مش معناها إنك فاشل، معناها إنك بتحاول، معناها إنك بتتعلم حاجات جديدة، معناها إنك بقيت أحسن. مش هتحس إنك بتقرب من هدفك إلا لما تدي لنفسك فرصة تجرب، تدي لنفسك فرصة تغلط، تدي لنفسك فرصة تتعلم، عشان انت بشر، وكل اللي بتقدمه الوقت كفاية، وبيبقى أحسن وأحسن كل يوم.